يوم الهندسة المصري 2014 لدينا الحلول. فور تومورو هيقدم لنا السيشن دكتور حازم الطحاوي، هو المانجنج دايركتور في منتور جرافيك في المينا ريجن. دكتور حازم حصل على البكالوريوس في الالكترونيك اند كوميونيكيشن انجينيرنج من جامعه القاهره، والماجستير والدكتوراه من ناشونال بوليتكنيك انستيتيوت في فرنسا. دكتور حازم هو الفاوندر في اناكاد وعضو في كتير من المنظمات زي IEEE والارب ساينس اند تكنولوجي فاونديشن اند انجينيرنج تشامبر. دكتور حازم مهتم بشكل رئيسي بالانالوج ميكسد سيجنال ديزاين، الالكترونيك ديزاين اوتوميشن تولز والفيريفيكيشن اند ديزاين اوف تيست فور انالوج ديزاينز. رحبوا معايا بدكتور حازم الطحاوي. السلام عليكم. يعني بادئ كده، انا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، وسعيد ان انا موجود زي ما يمكن في الافتتاح كان رئيس الوزراء بيقول انه مبسوط بين الشباب، وزي ما بنقول الشباب مش بالسن، مش كده ولا ايه؟ فكلنا شباب زي بعض كده، ان شاء الله نعمل جزء من البرزنتيشن مع بعض استعرض فيه الرساله اللي انا عايز اوصلها لكم، اللي هي بتتكلم عن دور منتور جرافيكس في المينا ريجونز. وطبعا دي الشركه اللي انا اتشرف اني مسؤول عنها في منطقه الشرق الاوسط، وبس من خلالها هنبتدي نقف على بعض العلامات الرئيسيه في مجال الالكترونيكس واهميه صناعه الالكترونيكس والاستراتيجيه بتاع صناعه الالكترونيك في مصر وهكذا ان شاء الله، بحيث ان احنا نتكلم فيها. طبعا برضو ان شاء الله هحاول ان انا اخلص فيه الرايت تايم اللي يسمح لنا. اتمنى ان شاء الله يبقى في نوع من الانتر اكشن او الانتر اكتف من حضراتكم، فيل فري ان انتم تسالوا كل الاسئله اللي اتمنى الله ان شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى اني اجاوب لكم عليها. ده العنوان Cultivating Talent for Tomorrow. مما لا شك فيه ان النهارده برضو في يوم الهندسه المصري او يوم المهندس المصري بنتكلم على التالنت بالذات من تخصص الهندسه، ويمكن في التخصصات اللي ممكن تهمنا احنا كمنتور جرافيكس اللي هو كل ما هو كمبيوتر انجينيرنج والكترونيك اند كوميونيكيشن. دي الاجنده بتاعت البرزنتيشن زي ما انا قلت لحضراتكم في عجاله. بنبدا ان احنا بنتكلم الاول على الالكترونيك ديزاين، الجروث بتاعه والامباكت وورلد وايد، ثم بعد كده هبتدي ادي نبذه على منتور جرافيك اوفر فيو، واتكلم على الرول بتاع منتور جرافيك في المينا ريجون، والرول بتاع منتور جرافيكس في building contributing on building الايكو سيستم او التكنولوجي ايكو سيستمز. وبعد كده بنختم ان شاء الله بالسمري باذن الله. اول جزء اللي هو الالكترونيك ديزاين والجروث بتاعه وورلد وايد. مما لا شك فيه ان مجال صناعه الالكترونيات ده مجال ذو اهميه كبيره على مستوى العالم. ويمكن صناعه الالكترونيات في اواخر ال20 سنه او 30 سنه بقت درايفر، يعني بتسوق تقدم الدول. بقت فيصل فيه ان دول كتير ليها بصمه على الاقتصاد العالمي، ليها بصمه في هذا المجال. لما كنا نسمع زمان عن النمور الاسيويه اللي هي مجموعه ال5 ولا 6 دول في جنوب شرق اسيا اللي طلعت واشتغلت في مجال الالكترونيات. طبعا في دول رائده في هذا المجال، ياتي على راسها الولايات المتحده الامريكيه، ياتي على راسها اليابان. النهارده في اوروبا طبعا من الدول اللي فيها سواء المانيا، انجلترا، فرنسا، كل الدول دي شغاله في الالكترونيات من زمان، والاقتصاد بتاعها بينتعش، وفي علاقه نقول شبه خطيه بين نمو صناعه الالكترونيات ونمو الدخل القومي للدول اللي بتحاول انها تشتغل في مجال الالكترونيات. صناعه الالكترونيات النهارده بالذات في الجزء بتاع الالكترونيك ديزاين والسيستم ديزاين بتصل الى 1.4 تريليون دولار. فطبعا ده مبلغ او رقم كبير. طبعا مما لا شك فيه في ارقام اكبر لما نطلع لمستوى السيستمز، وارقام اكبر واكتر واكتر لما نطلع لمستوى السيرفيس اللي بتتبني اوفر السيستمز
لما مثلا بنتكلم على سيستم للاوتوموتيف زي ما معالي رئيس الوزراء كان بيقول النهارده لما ظهر شركه ما قالش اسمها، طبعا احنا ممكن نكون عارفين هي مين. الشركه دي بتطلع سوفت وير للامبيدد سوفت وير اللي هي نظم البرمجيات المدمجه في مجال صناعه العربيات. صناعه العربيات في حد ذاتها حط فيها سب سيستم. صناعه العربيات هي سيرفيس لمجالات اخرى، فهو ده اللي بيمثل الهرم المقلوب في صناعه الالكترونيات من السيمي كوندكتور او الشيبس اللي نطلع بيها للاكويبمنت، اللي نطلع بيها للسيرفيس اللي هي السيستمز، والامباكت على الورلد الدخل القومي العالمي. ده شكل عام لتداخل صناعه الالكترونيات في المجالات المختلفه اللي موجوده حوالينا. مما لا شك فيه في القاعه كلنا او غالبيه اللي قاعدين معاهم موبايل، ده احدى التطبيقات اللي صناعه الالكترونيات بتخش فيها. ناس كتير معاها لابتوب ومعاها ايباد. عندنا في البيت اجهزه الكترونيه كتيره. النهارده بنتكلم قلنا على العربيات، بنتكلم على الطائرات، بنتكلم على التسليح، بنتكلم في الميديكال. اول اريا اي مودرن ابلكيشن النهارده الركيزه الرئيسيه اللي فيها مبنيه على الالكترونيك اندستري والالكترونيك ديزاين اللي هو بيدرايف الالكترونيك اندستري والسيمي كوندكتور ابلكيشنز. في اعتقد مشكله في الفورماتنج. هنا ده كان الشكل فيه، يمكن انا بس للاسف ما جربتهاش على الكمبيوتر دي قبل كده. دي الفورماتنج اللي بنحاول نقسم فيها السيجمنتيشن للماركت، بحيث ان الماركت بتاعت الالكترونكس النهارده المين درايفر او الجزء الكبير فيه في التليكوميونيكيشنز، جزء كبير جدا فيه برضه في الكمبيوتر والكمبيوتر بريفلر، جزء تاني مكمل فيه اللي هو الكونسيومر اللي هي كل ما هي اجهزه، سواء اجهزه منزليه او اجهزه في الاستخدام العادي. والثلاثه دول مع بعض يمثلوا اكثر من 68% من صناعه الالكترونيات. يمكن برضو الشكل ده الحمد لله طالع كويس. ده بيدي نوع من الكونفرجن اللي بيحصل، التداخل اللي بيحصل النهارده في صناعه الالكترونيات او في التكنولوجيا اللي بنجد فيها زي ما كنت قايل من شويه كل ما هو كمبيوتر وكوميونيكيشن وكونسيومر كلها بتخش مع بعض. النهارده في السمارت فون ممكن هو يكون دليل للي انا بقوله ده، لان السمارت فون بجد فيه بروسيسنج وابلكيشنز للكمبيوتر، في نفس الوقت هو يعتبر كونسيومر لان ده بعمل عليه اشياء خاصه بيا، في نفس الوقت هو المين برضه كان اوبجيكتيف منه اللي هو الكوميونيكيشن. فالنهارده الاريا بتاعت التكنولوجي بتاعت الالكترونيك بتكونفيرج بحيث ان كله بيتداخل مع بعض. وطبعا يمكن دي بتمثل اوبورتيونيتيز في تزايد مستمر سواء على مستوى العالم لبعض البلاد الناشئه للمستوى عندنا احنا هنا في المينا ريجون وجمهوريه مصر العربيه. طبعا هبتدي اتكلم في عجاله هنا على منتور جرافيكس. طبعا اتمنى ان الصوت يكون واصل ليكم من الصوت اللي جنبينا. ركزوا معايا. منتور جرافيكس هي مالتي ناشونال كومبانيز بتشتغل في دومين اللي اسمه الالكترونيك ديزاين اوتوميشن. في السلايد الاربعه والخمسه الاولانيين اتكلمت على الالكترونيك ديزاين. دلوقتي برضو في عجاله هتكلم على كلمه الاوتوميشنز. يمكن برضو اي حد يسالني مين منتور جرافيكس؟ ايه علاقه الجرافيكس؟ وانتوا بتوع عماره ولا بتوع تعملوا ايه؟ برضو كده قصه طريفه. يمكن قبل ما ارجع من زي ما في المقدمه قالت انا كنت خلصت الدكتوراه بتاعتي في فرنسا وقعدت فتره في فرنسا قبل ما ارجع مصر. كنا بدانا الحمد لله الشركه بره، ثم فتحنا فرع للشركه هنا في مصر. اول مره كنا عاملين معرض للبرودكت بتاعتنا، التولز بتاعتنا كان في المينا ريجن، قصدي كان في المينا هاوس. واحنا عارضين كمبيوتر ومعروض عليه الاشكال بتاعت اللي اوت بتاع الديزاين اللي احنا عاملينه. فاللي اوت شكله لما اللي درس فيكم او اللي عرف او اللي شاف، لما بنتكلم على حاجه بنسميها الجي دي اس 2 فايلز،
حاجه بتبقى طالعه اللي المفروض بتبين الفيزيكال ريبريزنتيشن بتاع الدايره اللي انا بعملها. كلها بتبقى الوان وكلها حاجات جميله وداخله مع بعض. ففي واحد كده دخل اتفرج وقف لمده 5 دقائق بيتامل. جميل ان في حد انترست وعايز يعرف بيه الحاجات دي. بعد كده بص لي كده وقال لي الارابيسك بتاعكم ده حلو جدا. فمما لا شك فيه كلمه جرافيكس بتدي اوقات misleading لمنتور جرافيكس. في عجاله منتور جرافيكس دي مالتي ناشونال كومباني اتنشأت سنه 1981. في الوقت ده الالكترونيك ديزاين اوتوميشن ما كانش اسمه كده، كان اسمه كمبيوتر ايدد انجينيرنج او كمبيوتر ايدد ديزاين، CED او CEE. وات ذا تايم كلمه كمبيوتر ان هي برامج موجوده على الكمبيوتر بتساعد المهندس اللي بيعمل تصميمات الكترونيه في مجالات مختلفه يستخدم البرامج دي. ات ذا تايم التكنولوجي ما كانتش عارفه اكتر من البرنامج اللي نقدر نديه للناس كلها وتستخدمه، كان السكيماتيك كابشرز اللي هو جرافيكال اديتور. الديزاينر يخش يحط فيه ترانزستورز، مجموعه الترانزستور يتوصل ببعض طلع اشكال معينه. فتيجي انتو كونسيدريشن بنتكلم على جرافيك كتكنولوجي في الوقت ده، والشركه طالعه في الوقت ده وهي عايزه تبقى ليدر، تبقى جايدر، تبقى الريفرنس، تبقى الجاد فاذر. فكلمه منتور جايه من الجزء ده، وجرافيكس جايه من ان ده كان السكيماتيك كابشن. فانا بس حبيت اقول الشيء بالشيء يقال عشان ما حدش يقول دول بتوع جرافيكس. احنا مش بتوع جرافيكس، وي ار ا سوفت وير كومباني ديفلوبينج برامج تستخدم في الالكترونيك ديزاين في الابلكيشنز المختلفه والمجالات المختلفه اللي انا ذكرتها. دي صوره للاوفيس، الهيد اوفيس اللي هو موجود في ولايه اوريجون. اوريجون دي موجوده في امريكا في الشمال الغربي، والعاصمه بتاعت الولايه بورتلاند. واحنا موجودين في حته كده زي مثلا المعادي بالنسبه للقاهره، فاسمها ويلسونفيل بالنسبه لبورتلاند، تبقى ضاحيه من الضواحي بتاعت بورتلاند. ويمكن ده الفيو بتاع الشركه، دي المباني كلها بتاعت الشركه. ده المبنى الرئيسي، ده هنا الكومن اللي فيه المطاعم وفيه صالات الالعاب وفيه روضه للاطفال وشويه حاجات كده. دايما انتوا عارفين الامريكان بيشتغلوا على السبيس العرضي، واحنا دايما نحب نلزق في بعض كده واحنا بنبدا اي حاجه. فما علينا. فده الشكل العام. الشركه زي ما انا قلت اتاسست 1981. الريفينيو بتاعتها بتاعت السنه اللي فاتت حوالي 1.1 بليون دولار، متقسمه 40% من امريكا و60% انترناشونال. فبيدل على اهميه الانترناشونال ماركت بالنسبه للشركه. والشركه one of the three يعني بايونير في الماركت دوت. وبرده كمعلومه اضافيه بقولها لحضراتكم، الثلاثه الكبار اللي ماسكين الماركت ده بتاع الالكترونيك ديزاين اوتوميشن يمثلوا اكتر من 78% من الاي دي اي برودكتس في المجال ده، والباقي ده لمجموعه شركات ثانيه كتيره جدا. طبعا الشركه درايف باي تكنولوجي زي ما قلت حتى من نشأتها، فدايما فوكس على الانترنال R&D. اتمنى ان انت تكون فاهم. اول واحد هساله انت. طبعا زي ما انا قلت في الاول الشركه بتعمل سوفت وير ديفلوبمنت. السوفت وير بتاعنا ودي سوفت وير سولوشنز من الممكن ان هي بتبقى يا اما في الجزء كل ما هو ريليتد للديجيتال والامبيدد سيستمز، او ممكن يكون ريليتد للالكتريك سيستم ديزاين اللي هو البرنت سيركت بورد الPCB، او طبعا زي ما قلنا للاي سي ديزاين والمانيفاكتشرنج بتاع دوت والتطبيقات المختلفه في مجالات الكونسيومر، ممكن تكون مجالات الترانسبورتيشنز، الميديكال، الاندستريز اند سو اون. فده الانترسكشنز للاكتيفيتي والانشطه اللي بتعملها الشركه. ده برضو فيو تاني من ناحيه الماركت ترند
الدنيا رايحه فين؟ الماركت واخد الالكترونيك ديزاين والابلكيشن بتاعته في ايه؟ مما لا شك فيه من ضمن الحاجات اللي زي ما انا قلت درايفنج جزء كبير قوي من الماركت اللي هي كل ما هو كوميونيكيشنز. anywhere with any person دي كوميونيكيشنز اللي هنا بتتم. طبعا يمكن سمعتوا الترمينولوجي بتاع انترنت اوف ثينجز. النهارده الانترنت ما بقتش البيبل تو بيبلز. الانترنت دلوقتي في فتره بقت البيبل تو ماشينز. اصبحت ماشين تو ماشين. اصبحت anything for anything. فعشان كده بنسميها انترنت اوف ثينجز. النهارده الدنيا كلها رايحه ان كل حاجه بتتوصل مع بعضها. بكره الواحد هيصحى من النوم يلاقي حاجه بتسوق لوحده كده توصل له الشغل من غير ما يسوق عربيه ويسوق اي حاجه. احلموا وفكروا والثينكس دي شوفوها هي ايه، وزي ما بنقول انتوا الشباب بتاع المستقبل واخترعوا، لان دايما في بنتكلم على السمارت هوم والسمارت رودز وكل سمارتس كلها موجوده. فبرضه يو ار سمارت بيبل اند يو كان فايند جود ثينكس فور اس. عشان كده بتكلم على تقدم في التكنولوجي الانترنت اوف ثينكس. في تطبيقات النهارده برضه رئيس الوزراء اللي كان حاضر وهو بيتكلم بيقول النهارده الطب الانجينيرنج بقى اللي غالب فيه. ليه؟ لان احنا زي ما بنقول as much as ان احنا النهارده الالكترونيك ديزاين اللي هي مبنيه على المهندسين وشغل المهندسين بتدرايف كل حاجه. ايفن في مجال الميديكالز اصبح النهارده التواجد قوي جدا لكل ما هو تطبيقات الكترونيه. اصبح النهارده في حاجات كتير من الممكن ان احنا نتخيلها انها تكون موجوده او تتحط في جسم الانسان، عباره عن الكترونيك سيستم تحل له اي مشكله من اي بروبلم او ديزيز ممكن تكون مصابه ليه، وكل دي موجوده بيزد على تطبيقات بنسميها المايكرو سيستمز او الميمز تكنولوجي. طبعا زي ما انا قلت من شويه في عجاله على السمارت سيتي والسمارت انرجي وفي الترانسبورتيشنز. زي ما انا قلت ممكن في المستقبل الطرق هي اللي هتتحرك مش العربيات اللي هتتحرك. ده كروكي بيمثل معدل اللي هو الجروس اللي منتور جرافيكس وورلد وايد بتعمله سنويا، بحيث ان دايما الشركه في الاريا بتاعت الالكترونيك ديزاين اوتوميشن بيبقى الافريج بتاعها الالكترونيك ديزاين اوتوميشن بين 3 إلى 4%. منتور جرافيك بتحقق جروس ان ذا افريج 7%. زي ما انا قلت من بدايه الشركه، يمكن ما حبيتش ان انا اطول عليه حتى وهي في امريكا، المنشأ بتاعها بيزد اون انوفيشن، المنشأ بتاعها بيزد على التكنولوجي، المنشأ بتاعها بيزد على انتلكتوال وبايونير بيبل قرروا ان هم يعملوا شركه في هذا الوقت. ودي قصه نجاح ممكن في مناسبه اخرى بحكيها لحضراتكم. فالكالتشر ده من اول يوم دي الفكر والهابت لمنتور جرافيكس ان الانوفيشنز والديفلوبمنت والار ان دي تمثل جزء كبير من اهتمامات الشركه، تمثل جزء كبير من الامكانيات اللي الشركه بتحطها، قد تصل من 28% من الدخل على ان هي تعملها للار ان دي سنويا. في نفس الوقت ديو تو ان الشركه بتشجع الانوفيشن، بتشجع البيبل تو انكريز التالنت بتاعهم، فبيبقى في عدد المقالات اللي طالعه من منتور جرافيكس في الاريا بتاعتها بتبقى هي التوب. عدد الاختراعات او براءات الاختراعات اللي بتطلعها الشركه برضو من التوب. فده بيبقى الكالتشر بتاع الشركه نفسها، وبالتالي بينعكس على البيبل اللي بيشتغلوا في هذه الشركه. دي نظرة أخرى للمجالات المختلفة اللي البرودكت بتاعت الشركة بتشتغل فيها. يمكن اللي درس أو اللي عرف أو اللي شاف، بنبدأ من الاي سي الانتجريتد سيركت. الانتجريتد سيركت دي بتتحط على برينتد سيركت بورد، تعتبر كسب سيستم، بتخش في سيستم وبعد كده تخش في مجموعة سيستم كونكتد مع بعضها بنسميها ديستريبيوتد سيستم، بحيث إنها تعمل لي التطبيق الكبير اللي أنا بشتغل بيه. تاني بفكر حضراتكم بالمجالات اللي بنتكلم عليها، ودول بعض اسامي الكاستمر وورلد وايد اللي بيستخدموا منتور جرافيك تولز مقسمه طبقا للمين ارياز اللي احنا بنشتغل فيها واللي ذكرتها لحضراتكم في اكتر من سلايد. بعد ما خلصنا
اتكلمنا على شركه مالتي ناشونال واتنشأت ازاي وبتشتغل في ايه. هنتكلم على المينا ريجن، المكان او المنطقه العربيه وشمال افريقيا اللي احنا بنشتغل فيها مينلي هنا في مصر. دي الاستراتيجيه اللي الشركه حطتها من اول يوم، اللي هي المنطقه بتاعتنا كومبير، مقارنه لاوروبا، مقارنه لجنوب شرق اسيا، مقارنه لليابان، مقارنه لامريكا، تعتبر منطقه واعده صاعده ناشئه. فبالتالي الكونسبت او المفهوم اللي احنا نشتغل بيه في المنطقه دي يختلف عن معاملتنا في امريكا او في اوروبا او في جنوب شرق اسيا او اليابان. وبناء عليه من دي 1 بنبقى الفكر مبني على cultivated technology، transferred technology، build education environment الناس بتتعلم فيه. يبقى أول حاجة أروح لها وأشتغل معاها تبقى إيه؟ الجامعات اللي هي بتطلع مهندسي المستقبل. يبقى هم دول أول ناس في أي دولة من الدول دول المفروض إن أنا أشتغل معاهم وأعلمهم وأشتغل مع الأساتذة وأنقل النولج للأساتذة وأحط التولز في الجامعات ونمباور اللابس في الجامعات. فبالتالي أبني كالتشر باستخدام هذه التكنولوجي بلا حدود. اي واحد لو يفكر هيبقى بلا حدود، لان انتم المفروض تكونوا كمهندسين ما عندكش حدود في تفكيرك، ما عندكش حدود في الامبلمنتيشن وفي طموحاتك. فبالتالي we are building this culture في المنطقه من خلال ان احنا لازم يبقى لينا بارتنرشيب مع الاورجنايزيشنز المختلفه، سواء لها بعد سياسي، سواء لها بعد اقتصادي، سواء لها بعد ثقافي، تعليمي، بحثي. فبالتالي ده جزء من الاستراتيجيه اللي بنعملها في الميدل ايست او المينا ريجن. عشان نقول طب احنا فين على الخريطه دي؟ احنا الحمد لله رب العالمين على اوائل السنه الجايه هنتم هنا في مصر 20 سنه. الشركه اتكونت 1995. فده الشركه بقت موجوده من 95 في مصر، وتعتبر one of the biggest R&D center بره امريكا. يعني اكبر R&D center بره امريكا المنتور جرافيكس هي منتور جرافيك ايجيبت، اللي فيها النهارده حوالي 300 مهندس. ويمكن الشكل ده المبنى بتاعها اللي موجود في مصر الجديده مش بعيد عن هنا، ليوبلس، في ميدان السبع عمارات. بالنسبه للمكتب الثاني الحديث اللي هو برضه السنه الجايه ان شاء الله هيتم 5 سنين، هو مكتب المغرب او مكتب الرباط. ويمكن ده ارتبط بعلاقه تاريخيه او وثيقه بشركه كبيره اسمها ST مايكرو الكترونكس. وعشان نامباور البارتنرشيب اخترنا ان احنا استابليش R&D سنتر موجود في المغرب. النهارده تقريبا في حوالي 25 مهندس، وموجود في منطقه او تكنولوجي بارك اسمه تكنوبوليس، مش بعيد برضو بره مدينه الرباط بحوالي 10 او 15 دقيقه بالعربيه. الرول بتاعنا تو درايف الايكو سيستم او التكنولوجي ايكو سيستم. طب ايه هو التكنولوجي ايكو سيستم؟ ايه هي المين بيلرز اللي بتبقى في اي تكنولوجي ايكو سيستم؟ بعد كده نشيل كلمه تكنولوجي نقول الكترونيك، نشيل كلمه الكترونكس نحط اي تطبيق اخر. فطبعا مما لا شك فيه من الركائز الاساسيه اللي انا قلتها في الاول من شويه الجامعه. انا هنا فكرتك بتكلمني، معلش انا اسف. فين؟ انا هنا موجود لسه. صحيح الالكترونيك تقدمت بس ما اصبحتش لسه فيرتشوال بريزنتر. فمن ضمن الحاجات الرئيسيه التعاون او الجامعه والحاضنات التكنولوجيه، دور الحكومه والركائز والبنيه الاساسيه والتشريعات الرئيسيه اللي بتحطها عشان تدعم نمو التكنولوجي، دور الاندستري سواء لوكال اندستري او انترناشونال ان يحصل فيه نوع من
النولج ترانسفير وبيلدينج different capabilities working with people وbuilding الكالتشر زي ما منتور وغيرها بيحاول ان هو يكالتيفيت الكالتشر وينكريز التكنولوجي نولج موجوده. الانتربرينورز لان دول درايفرز مهم، جير مهم في مجموعه الجيرز اللي بتمثل هذا الشكل، اللي هم الناس الانتربرينور الانوفيتورز اللي هم عندهم الرغبه انه يحول الايديا الى برودكت، والبرودكت لكمبانيز، والكمبانيز ممكن تكبر وحد ممكن يشتريها او هي تكبر لوحدها. وبالتالي عشان حد يشتريها او تكبر لوحدها هيبقى محتاج فند، محتاج سبورت، ومن هنا ده بياتي دور المؤسسات المانحه، المؤسسات المساعده ماليا، الفينشر كابيتالز والبنوك والمؤسسات المماثله ليها. طبعا في اخر جير فيه الكوميونتي، وهو استيعاب الكوميونتي دي للتكنولوجي دي، استخدامها للتكنولوجي، تطلباتها بتزيد، فبيبقى نوع من الانتر اكشن اللي بيساعد اللي بيشتغل في التكنولوجي دي how to develop, how to enhance, how to improve, how to create other version من التكنولوجي دي البيلرز الرئيسيه اللي هحاول في عجاله من ضمن بروجرامز ومن ضمن الانيشيتيف لمنتور جرافيكس من اول ما ابتدت في مصر ان هي تجوز ثرو البيلرز دي المختلفه وتحاول يبقى ليها تاثير على نمو صناعه الالكترونيات ومعرفه صناعه الالكترونيات في مصر. اول حاجه درايفنج التكنولوجي. زي ما قلت لحضراتكم من دي 1 من ساعه احنا ما استابلش الشركه هنا في 1995 وقررنا لازم نتعاون مع الجامعه. ويمكن لما مهندسه قدمتني انا بتشرف اني متخرج من هندسه القاهره، بس اول جامعه تعاوننا معاها واشتغلنا معاها كانت هندسه عين شمس، وبناء عليه اول معمل لينا علاقه بيه كان الVLSI لاب اللي هو اسمه الIC لاب دلوقتي في هندسه عين شمس، وياتي على راس هذا الدكتور هاني فكري رجائي ربنا يمسيه بالخير، هو كان اول واحد نتعاون معاه من هندسه عين شمس. وبالتالي كان شيء طبيعي ان احنا تدرايف التكنولوجي ان احنا نفكر في فكر انشاء معامل متخصصه في القاهره وفي عين شمس وفي الجامعه الامريكيه وفي بعض الاماكن الاخرى اللي موجوده، ويمكن برضو في بعض السلايدز اللي جايه ان شاء الله هتكلم عليها كجامعات اخرى. مما لا شك فيه لما بنتكلم على درايفنج التكنولوجي، وزاره الاتصالات لها باع كبير في سبورتنج برضو التكنولوجي، وفي جهاز اللي هو او اورجانيزيشنز موجوده اللي هو التيك اللي برضو بيسبورت التكنولوجي والانتربرينورز، فبرضو في تعاون قوي وشديد موجود معاه. النهارده برضو اشتغلنا مع كان في مبادره برضو لنانو تكنولوجي سنترز تعاوننا برضو معاهم. الCND اللي هو موجود في الجامعه الامريكيه نتعاون معاه. وبالتالي الفكر بتاعنا تو ورك نشتغل مع كل الدرايفرز اللي في جمهوريه مصر العربيه اللي يساعدونا على توطين التكنولوجي، نقل التكنولوجي، بناء التكنولوجي، تطوير التكنولوجي. البيبلز برضو في عجاله بحب دايما اذكر الحاجه الشيء بالشيء يذكر. قضيت انا فتره معينه في حياتي في زي ما قلت لحضراتكم بره، وكنا عايزين نفتح فرع في مصر. طيب انا I'm not the only decider، في معايا ناس اخرين شير هولدرز اخرين قالوا لي عايزين نفتح في مصر. قلت طيب، كان في زميل واخ موجود معايا في فرنسا خلص الدكتوراه ورجع دي الجامعه بتاعته الدكتور هشام هداره، ورجع هندسه عين شمس. طلبت من الدكتور هشام في الوقت ده 2 معيدين او 2، قلت له بالظبط كده انا عايز 2 يجوا يقعدوا في المانيا، ده الفرع الثاني بتاعنا في الشركه كان في المانيا، ويبنوا بعض حاجه بنسميها الموديلنج او الانالوج ميكس سيجنال موديلنج باستخدام الVHDL او تايم ما كانش لسه الAMS طلعت، بحيث ان احنا نشوف التالنت السكيلز
بتوع المهندسين المصريين عشان نقرر نروح ولا لا. فبعت لي 2 معيدين ما شاء الله تبارك الله شاطرين، عملوا شغل ابهر الجميع. خدنا الموافقه ان احنا نفتح فرع مصر في هذا الوقت. وطبعا الاثنين دول واحد فيهم سافر امريكا وخلص الدكتوراه وقعد هناك، واحد الحمد لله سافر فرنسا خد الدكتوراه وهو قاعد قدامي، دكتور محمد دسوقي، من اوائل الناس اللي نجح تجربه منتور جرافيكس. عشان كده بقول البيبول they can represent، يعني ممكن يمثلوا شيء كبير جدا. ممكن شخص يدرايف ويبقى اكزامبل نبني عليه. وللاسف في ناس من الممكن انها تهد وتضيع فرص ممكن تيجي على البلد. فبناء عليه احنا كمنتور جرافيكس بنهتم جدا بالبيبل تو هاير اور بيبل، عشان احنا برضه بنشتغل في ادفانسد تكنولوجي. فدايما كنا بنلوك للتوب 5% اللي بيتخرجوا من الجامعات اللي عندهم التالنت، اللي عندهم الرغبه ان هم يخشوا ويتعلموا في هذا المجال. واحنا بنامباور الكارير جروز بتاعهم والكارير اوبورتيونيتيز، وبياخدوا فرصتهم سواء من التكنيكال بوينت اوف فيو والريسيرش بوينت اوف فيو او من المانجمنت بوينت اوف فيو، بحيث انه ممكن يكبر جوه الشركه ويقدر ياخد المسؤوليه جوه الشركه. في نفس الوقت عشان احنا برضو شركه مش عايشه في عزله، احنا عايشه مع المجتمع، والمجتمع زي ما قلت حتى من البيلرز المختلفه دي اللي بنشتغل عليها. فبالتالي بندي فرصه للمهندسين بتوعنا انتراكت سواء من الانشطه الاجتماعيه او الانشطه العلميه والفنيه مع الهيئات المختلفه في المجتمع، وبنامباور تواجدهم في حاجات كتير، سواء حاجات تبع الاي تريبل اي او تبع جمعيه اتصال اللي انا بتشرف ان انا برضو رئيس مجلس الاداره بتاعتها، او عن طريق اي ان جي او اخرى ممكن تشجع الشباب اللي زيي ازاي ان هم يعملوا شغل كويس. تمام؟ محدش قال حاجه على الكلمه دي يعني. مش عاجباك ولا ايه؟ برضه يمكن للاسف الفيديو هنا مش شغال، كان عامل شغل كويس كده بس يمكن انا نسيت احط على الكمبيوتر هنا اهو. لكن مش مهم الفيديو، احنا هنا بنتكلم برضه على النوليدج فورس اللي موجوده في منتور مصر. وزي ما قلت لحضراتكم احنا اكبر R&D سنتر للشركه بره امريكا. عندنا سنتر اوف اكسلنس في ارياز معينه. يمكن معالي رئيس الوزراء اتكلم النهارده على شركه بتشتغل في الامبيدد وتطبيقات الامبيدد في الاوتوموتيف. احنا برضو كمنتور جرافيكس بنشتغل في الامبيدد وللاوتوموتيف، وعندنا موديلنج ستاندر اسمه الاوتو سار، وده برضو اللي احنا بنعمل بيه موديلنج لحاجات في العربيات. فعندنا سنتر اوف اكسلنس في دهوت. عندنا سنتر اوف اكسلنس في ما يسمى بالهاردوير فيرتوال بلاتفورم، او بالنسبه للديفايس موديلنج والديزاين كيتس. عندنا طبعا جود كونتريبيوشنز في الحاجات المختلفه جوه منتورز، بحيث كمنتور جرافيكس نفسها احنا لو نفترض ان الشركه متقسمه انشطه في 10 ديفيجن، احنا شغالين مع 9 ديفيجن من ال10، فبالتالي ده مدينا وايدر كونتريبيوشنز للانشطه المختلفه بتاع الشركه، بيسمح للمهندسين بتوعنا ان هم زي ما قلت ينشروا المقالات العلميه بتاعتهم اكيوميليتد حوالي 230 مقاله، او يعملوا اللي هي براءات الاختراع وكلها بتتنشر في امريكا، ودول 12 غير دول اللي هم اوريدي بابلش وابروفد. وطبعا في حاجات لسه في البندنج ان شاء الله. driving by innovation، driving by cultivating وانكريزنج الكالتشر بتاع الانوفيشن وبتاع حاجه بنسميها الانتربرينور ان هاوس، اللي هو بنساعد ان المهندسين بافكارهم يدرسوها ويحاول يعملها ويشوف كانه ستارت ابس، بحيث ان من الممكن دي تؤدي الى زياده منتجات الشركه في مجالات مختلفه او في مجال اوريدي احنا موجودين فيه. الاوفر اول بروجرام اللي احنا بنستخدمه وعملنا له امبلمنتيشن من اكتر من يمكن 8 سنين، برنامج اسمه الكاباسيتي بيلدينج. منتور جرافيك زيها زي شركات كتير على مستوى العالم لها علاقه مع كل الجامعات، واحنا عارفين ان التكنولوجي دي اساسها لازم يجي مع التعاون مع الجامعه زي ما قلت في الاول. والتولز البرودكت بتاعتنا نديها للجامعات والجامعات تشتغل بيها. فعندنا بروجرام يعني معروف اللي يخش على السايت بتاع منتور اسمه الهاير اديوكيشن بروجرام، اللي بندي بيه التولز للجامعات.
اول ما رجعت من بره طبقت البروجرام واديته للجامعات وبقى موجود، وحاولنا محاولات كويسه في هندسه القاهره مع الدكتور علي عز السلامه رحمه الله، والدكتور هاني فكري ربنا يديله الصحه والعافيه في هندسه عين شمس. ابتدينا نجيب نتائج، بس بعد كده في جامعات اخرى خدت البرامج دي ما اشتغلتش بيها. فاذا اكتشفت ان البرامج نفسها ان احنا نديها للجامعه مش كافيه. احنا محتاجين لفريم ورك نقدر ننزل فيه نامباور الانتر اكشن والريليشن شيب اللي بيننا وبين الجامعات. فمن هنا عملنا الكاباسيتي بيلدينج. الاوبجيكتيف بتاعه انه يبيلد الفريم بتاع الكوبريشن، نلوك فور الوين وين من ناحيتنا، من ناحيه الجامعه ممثله بالجامعه كاداره، الجامعه كاساتذه، الجامعه كمعيدين، الجامعه كطلبه. لابد برضو يبقى في تعاون على مستوى الطلبه على اساس ان ده ممكن ينجح هذه التجربه. امباورنج الايمج بتاعت منتور جرافيكس، وبرضه في النهايه بنحاول ان احنا ناس تخرج وتتعين لمنتور جرافيكس. دي في عجاله المين بيلرز بتوع الفريم بتاع منتور جرافيكس اللي بيطبق فيه التعاون مع الجامعات، واللي بيمباور الكونتريبيوشن بتاعنا في التكنولوجي ايكو سيستم سواء في مصر او المينا ريجن. ودي صوره من اغلب الجامعات اللي في البلاد المختلفه، مصر، الامارات، الاردن، قطر، المغرب، السعوديه، اللي فيها جامعات داخله تحت الكاباسيتي بيلدينج وتحت طبعا الامبريلا بتاعت الهاير اديوكيشن بروجرام، وبتتعاون معانا في اغلب الحاجات دي ما كانش كلها. ده حاجه على مستوى التدريب، ان احنا دايما بيبقى عندنا التدريب، سواء تدريب صيفي بنعمله في الجامعه نفسها، سواء التدريب اللي احنا جزء منه بنسلكت وبنعمل بعض انواع التدريب اللي بتتم عندنا في منتور جرافيك. فده اول درايفنج للريليشن شيب اللي بيننا وبين الطلبه اللي في كليات الهندسه. مشروع التخرج برضو ده حاجه من الحاجات المهمه، يا اما بنعمل تعاون مباشر مع الكليات في مشاريع التخرج، يا اما طبعا استخدمنا الامبريلا الكبيره اللي تبع التيك في برنامج اسمه ابتكار، ابتدينا نشتغل فيه بقالنا دلوقتي دي ثالث سنه، بحيث انه اول ما ابتدينا اشتغلنا في الفي ال اس اي، ثم بعد كده اشتغلنا في الامبيدد سيستم، والسنه دي برضه بنشتغل في الالكترونكس او الفي ال اس اي والامبيدد سيستم. دي ازاي هاو تو امباور الانوفيشن والانتربرينور شيب. انا قلت جزء منها في الاول، يمكن برضو من خلال جمعيه اتصال في انيشيتيف اسمها ابني، اللي هي سام سورت زي حاضنات تكنولوجيه للانتربرينور، بس الفكر مختلف، مش مجرد ان هي بتصرف بس عليه وتديله فلوس، لا ده برضو بتساعده على انه يقدر يفهم يعني ايه الماركت، لان احنا اكتشفنا ان 40% من الشركات اللي بتبقى طالعه بتفيل بعد اول سنه نتيجه ان هم مش عارفين يعني ايه بزنس بلان، مش عارفين ازاي يعمل البروبر اكسبكتيشنز او فوركاستنج للي المفروض ان هو يعمله، او اوقات بيعمل اوفر كوميتمنت على نفسه. فبالتالي في كلتشر الانتربرينور طالع هو شاطر جدا في التكنولوجيا وفي الايديا بتاعته، بس تو ميك ا كومباني وتعمل سكسسفول كومباني، وكومباني تقدر تاخد شغل وتبتدي تشتغل، ده انذر كلتشر. فاعتقد من خلال هذه الحاضنه التكنولوجيه شركات زي منتور جرافيك وغيرها هتبقى منتور لهذا الانوفيتور او الانتربرينور. طبعا برضو هنا في حاجه موجوده تبع المؤسسه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، اعتقد ان شاء الله في نهايه هذا الشهر هتبقى موجوده حفله تخرج لمسابقه كبيره كانت معموله لاكثر من 22 دوله، او يعني متسابقين يمثلوا اكثر من 22 دوله، وان شاء الله يعني على الاقل هتبقى تحت رعايه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع جمعيه اتصال سبونسر باي منتور جرافيكس، فعشان كده برضه انا حاططها. الاندر جراديوت زي ما انا قلت طبعا ان احنا بنتعاون مع الهيئات اللي هي بتاعت الطلاب، وبنتعاون معاهم سواء في جامعه القاهره او جامعه عين شمس، وبننظم فيها البرامج التدريبيه المختلفه، وبنجيب دكاتره بيروحوا يدوا الانشطه او برزنتيشنز وتريننج للطلبه في الكليه في المعامل اللي منتور جرافيكس عاملاها.
ده يمكن برضو اندر جراديوت بس اكتيفيتي، لكن كانت مع جامعه خليفه اللي موجوده في ابو ظبي. كار&دي بروجكت ده برضه سلسله من السلسلات او العلاقه بيننا وبين الجامعه وبين الجامعات وتوطين التكنولوجي. بيبقى في بعض الار&دي، احنا كشركه بنشتغل في ادفانس التكنولوجي، عندنا نقط بحثيه مش دايما عندنا الوقت الكافي للمهندسين بتوعنا انه يشتغلوا فيها، فبالتالي بنقدر ان احنا ندي الكلام ده هو للجامعات المختلفه بحيث ان ممكن في هذا الاطار نشتغل معاهم. اللاب اللي هي الانفراستراكشرز، يمكن احنا طبعا زي ما انا قلت لحضراتكم في لاب في القاهره، في لاب في عين شمس، في لاب ان شاء الله بنعمله مع الجامعه الامريكيه، ودي يمكن صور مختلفه لاخر لاب اللي هو كان فيه حتى نوع من السبورت والدونيشن لهندسه عين شمس للاي سي لاب. برضه مش عايز اطول عليكم، ده احدث حاجه احنا بنشتغل عليها المنتور فيرتشوال اكاديمي. ما هياش الاكاديمي العاديه، كلمه فيرتشوال جايه من الكونسبت ان احنا بنبني اي ليرنينج او ادابتيف اي ليرنينج انفايرمنت كونكتد على الكلاود، يتحط عليها برامج تعليميه او مقررات تعليميه معموله بطرق حديثه تقيس مقياس لمعايير اللي هو كل واحد والستايل بتاعه، كل واحد ودرجه استيعابه، كل واحد والكفاءات المختلفه اللي فيه، وعلى هذا الاساس تقدر تحدد له يقدر ياخد كذا الماده دي ياخد منها الموديول ده وده وده، او ممكن يسكيب ويعدي على موديولز اخرى. فده في اطار منتور جرافيك وورلد وايد، وفي نفس الوقت ده في اطار المينا ريجن. في تعاون وسيط وقوي وهيستيريكالي مع الاي تي اي، تجربه الاي تي اي في الدبلومه اللي كانت بتسبورت كل حاجه في مجال الام سي اي تي. كنا احنا من الاوائل اللي عملنا دبلومه في الفي ال اس اي ودبلومه للامبيدد سيستم اللي بيستفيد منها كل الشركات اللي بتشتغل في مصر. ده برضو نوع من التعاون مع السعوديه في مجال برضو الفيرتشوال اكاديمي، فاي ويل تراي تو سبيد اب. ده مع المغرب برضو نفس الفكر، ان احنا ممكن نحط التولز على كلاود وكونكتد، والانفراستراكشر كانت دونيشن من اس تي مايكرو الكترونكس، وطبعا كل السوفت وير والمقررات هيبقى دونيشن من منتور جرافيكس. يمكن اخر حاجه هنا اللي هي البوست جراديوت، وزي ما انا قلت برضو في تعاون مع القاهره ومع عين شمس، زائد ان هو في انيشيتيف جديده مع الجامعه الامريكيه تو امباور اور امبلوي حتى يعملوا الماستر والبي اتش دي ديجري في الاي يو سي. ما وقفناش عند الجامعه وامتد الدور بتاعنا للصناعه. دورنا في الصناعه احنا في نفسنا كشركه، او في كالتشر موجوده عندنا ان الناس تطلع مننا وتعمل شركات، ويمكن ده برضو ان بينا من الكلام اقدر اوضحه لحضراتكم في الدايجرام ده. في 1995 منتور جرافيكس استابلش في مصر، كانت الشركه تقريبا الوحيده اللي بتشتغل حديثا في مجال صناعه الالكترونيات. اوفر تايم خرج منها وتكونت شركات، وعلى حسها جت شركات، وفي ناس اتحمست وهكذا. النهارده عندنا حوالي 22 شركه او اكثر بتشتغل في صناعه الالكترونيات. فده كان كله حصل نوع من الاكتيفيشنز ديو تو تواجد منتور جرافيكس في المينا ريجن. دي صوره لكل الشركات والهيئات اللي بنتعاون معاها في المينا ريجنز. ده من ناحيه الجفرمنت كوبريشن، اكيد تعاون مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات، تعاون مع وزاره الاتصالات وهو تعاون وطيد بكل الهيئات المختلفه اللي هنا سواء في الماضي او في الحاضر، من خلال تعاون مع جمعيه اتصال لسبورت الالكترونيك اندستري استراتيجي اللي المهندس عاطف كلف اتصال اللي منتور جرافيكس فاوندر في اتصال واشتغلت في هذه الصناعه. ويمكن في عجاله التركيز في هذه الصناعه على الاريا اللي الادد فاليو موجوده فيها، بحيث انه يكون موجود الديزاين، او بحيث ان الليبر انتنسيف اللي هي المانيفاكتشرنج، وهو دول التو ارياز او 3 ارياز اللي احنا مركزين عليه الاستراتيجي. ودي ملامح الاستراتيجيه، سواء في 2020 يصل الدخل من صناعه الالكترونيات 10 بليون دولار، وان شاء الله في 2030 ممكن يتراوح بين 60 ل 80 في بليون دولار. الكوميونتي كوبريشنز مما لا شك فيه، نتعاون مع كل المجتمعات المدني في جمعيات كتيرة احنا ممثلين فيها، سواء جمعيات بأنشطة أهلية أو جمعيات بأنشطة تكنولوجية أو حاجات موجودة في الخارج.
حاجات موجوده في الخارج، بحيث ان احنا بنتعاون معاها لنقل التكنولوجي ونفتح مجالات للشركات والجامعات انها تستفيد بيها من خلال الكونكشن بتاع منتور جرافيكس. طبعا الكوربريت سوشيال ريسبونسابيلتي ده شيء طبيعي ومنطقي ان اي شركه لازم بتشتغل في مجتمع او موجوده في مجتمع يكون ليها دور مجتمعي، ازاي تتفاعل مع المجتمع مش بس في المجال التوظيفي بتاعها، في مجالات اخرى. اغلب المهندسين بتوعنا بيكونوا فولنتير متبرعين، زي ما اغلب الشباب بتوع الالكترونيك انجينيرنج دي اللي هم لابسين التيشيرت الاخضر زي ما بنقول، كلهم متطوعين. برضه هم بيكونوا متطوعين يتعاونوا مع المدارس لنقل التكنولوجي ويدربوا الاطفال ويعلموهم سواء حاجات على الكمبيوتر او على حاجات في الالكترونكس، او طبعا لو في حاجه ذات طبيعه اللي هي شاريتي او في عجاله. increasing الاندرستاندنج والاويرنس يعني ايه الالكترونيك ديزاين، يعني ايه الالكترونيك ديزاين اوتوميشن. منتور جرافيك على ال 20 سنه ده ليها دور في ايه؟ انها بتسبورت المؤتمرات، الورك شوب المختلف اللي الجامعات بتعملها او هي منتور جرافيكس نفسها بتعملها، او تتعاون مع مجلات. اول مجله مثلا كتبت في حاجات زي المجله بتاع لغه العصر، ابتدت فيها تكتب حاجات على الالكترونيك والالكترونيك ديزاين. فبننشئ الفكر وبنتعاون مع الهيئات المختلفه سواء جوه مصر سواء في المنطقه العربيه. طبعا يعني شيء طبيعي ومنطقي ان نحط الاي تريبل اي ايجيبت جول او اليوم الهندسه المصري او اللي هو ميد ان ايجيبت. فده طبعا تعاون بين منتور جرافيكس في الماركت والماركت اويرنس. كل ده بيشكل البيلرز المختلفه اللي بتدي الرول بتاعت منتور جرافيكس في المينا ريجن. طبعا يمكن ده دكتور ويلدن رينز السي او بتاع منتور جرافيكس، كان دايما من اول مره جه عمل فيها برزنتيشن هنا في مصر كان بيقول المقوله دي وهي دايما مشهوره بالنسبه له: وير از ذا تالنت وي هاف تو جو. وعشان كده احنا جينا مصر بقالنا 20 سنه، رحنا المغرب وستيل لسه بندور في المينا ريجن على بقيه التالنت، وان شاء الله تو امباور تواجدنا في التعاون مع الجامعات، سبورت الاس ام اي، تعاون مع الحكومات، تعاون مع الهيئات، تعاون مع كل الانشطه. بشكر حضراتكم وبعتذر لو كنت اطلت عليكم. شكرا لكم. احنا بنشكر دكتور حازم جدا على السيشن، ولو في انت ممكن لو حضرتك عندك وقت ممكن الناس تسال حضرتك. اوكي تمام، ميرسي جدا.